الموضوع مش إشاعة ولا كلام فاضي. مصر قربت تحصل على واحدة من أخطر الغواصات في العالم، وجاية من الصين، واسمها A039. الموضوع بيتجهز في صمت، لكن تأثيره هيكون ضخم. البحر بالنسبة لنا مش شط نروح له في الصيف، البحر هو أمن مصر القومي. عندنا سواحل طولها حوالي 2450 كيلومتر على البحر الأحمر والمتوسط، ومع اكتشافات الغاز الكبيرة زي حقل زهر، السواحل دي بقت ثروة ولازم تتحمي كويس جدا. ركز معانا في الفيديو وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. تميم تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. سباق بين الكبار. كل الدول اللي حوالينا بتجهز أسلحتها البحرية. إسرائيل عندها غواصات دولفين الألمانية، وتركيا كمان بتطور في غواصاتها. اليونان بتشتري فرقاطات جديدة من فرنسا، وكمان شغالة على تحديث أسطولها البحري. إيطاليا بتزود نفسها بغواصات حديثة لمراقبة البحر المتوسط بالكامل. قبرص بتعمل تحالفات مع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالحها، وروسيا بترسل وحدات بحرية متطورة للمنطقة. مصر مش واقفة بتتفرج، لأ، مصر بتتحرك وبتشتري الأفضل وبتفكر في المستقبل. مصر شايفة السباق ده وبتحسب كل خطوة. وإحنا بنتكلم عن منطقة فيها أكتر من 15 غواصة بتتحرك في نفس البحر، وكل واحدة فيهم قادرة على تغيير التوازن في لحظة. علشان كده كان لازم مصر إنها ترفع مستواها وتدخل السباق بقوة وسرية. هي مصر عندها غواصات أصلاً؟ كنا عملنا فيديو كامل عن البحرية المصرية، ادخل شوفه بعد ما تخلص الفيديو ده. هسيب لك الفيديو في صندوق الوصف وأول تعليق. النهاردة مصر عندها أسطول غواصات محترم، بيضم 4 غواصات من تراس تايب 209 الألمانية، ودي بتعتبر من أحدث وأكفأ الغواصات في العالم، ومزودة بصواريخ توربيد متقدمة. بالإضافة لكده لسه في الخدمة غواصات روميو القديمة اللي مصر طورتها على مدار السنين، وما خفي كان أعظم. الغواصة الصينية. ليه الصين؟ ممكن تسأل نفسك ليه مصر اختارت الصين بالذات؟ السبب الأول إن الصين مش بترفض شروط سياسية معقدة زي بعض الدول الغربية. فوق ده الصين أصبحت دلوقتي واحدة من الدول القليلة اللي عندها خبرة ضخمة في تصنيع الغواصات الحديثة، وبالذات الغواصات من النوع اللي مصر محتاجاه، الديزل الكهربائية المزودة بنظام دفع مستقل عن الهواء. التجربة المصرية مع الصين مش جديدة. في الثمانينات مصر اشترت غواصات صينية، صحيح كان فيها بعض المشاكل في البداية، لكن المصريين اشتغلوا عليها وطوروها بمساعدة أمريكا، ولسه شغالة بكفاءة لحد النهاردة. ده بيدي ثقة إن المنتج الصيني ممكن يتطور ويبقى قوي جدا مع شوية شغل. الأهم من ده كله إن الصين مرنة جدا في التفاوض، مش بس بيبيعوا الغواصة، لكن كمان بيدوا فرصة نقل تكنولوجيا جزئية وتصنيع مشترك، وده شيء مصر مركزة عليه جدا علشان تعتمد على نفسها في المستقبل. غير كده الصين بتلتزم بمواعيد التسليم وبتوفر قطع الغيار بسرعة، على عكس بعض الدول اللي بتحط قيود سياسية أو بتبطئ الأمور. ده غير إن الغواصات الصينية أثبتت كفاءة كبيرة وبتنافس تصميمات روسية وألمانية في نفس الفئة. عشان كده لما مصر فكرت، لقت إن الصين هي الشريك اللي يقدر يديها التكنولوجيا المرنة والدعم اللي بتدور عليه. تعال نتكلم شوية عن الغواصة، شرح مبسط لكل منظومة فيها. نظام الدفع المستقل عن الهواء AIB. التقنية دي بتخلي الغواصة تقدر تفضل تحت المية لفترات طويلة جدا من غير ما تحتاج تطلع تتنفس، يعني بتمشي في سرية تامة. النظام ده بيعتمد على خلايا وقود بتولد طاقة من غير أكسجين من السطح، وده معناه إنها تقدر تقعد تحت المية لمدة توصل ل3 أسابيع كاملة ومن غير ما حد يحس بيها. منظومة التخفي الصوتي. الغواصة مصممة علشان تكون هادية جدا، بتتحرك من غير صوت تقريبا، حتى السونار المتطور مش بيقدر يلقط حركتها بسهولة. التصميم الخارجي للغواصة معمول من خامات بتمتص الصوت، وكمان الماكينات الداخلية مركبة على أنظمة عزل بتمنع الاهتزازات اللي ممكن تتسجل على أجهزة الرصد. الغواصة دي مش بس بتستخبى تحت المية، لأ، الصواريخ اللي بتطلقها. الغواصة دي عندها القدرة لإطلاق الصواريخ، قادرة تضرب صواريخ كروز مضادة للسفن لمسافات ممكن توصل ل 180 كيلومتر.
الصواريخ دي بتطلع من أنابيب الإطلاق تحت المية من غير ما تتكشف، وبتمشي بسرعة عالية جدا علشان تضرب أهدافها بدقة. مناوراتها وسرعتها، تقدر تمشي بسرعة 37 كيلومتر في الساعة تحت المية وتغوص لحد 300 متر. يعني مش بس قوية، كمان سريعة وصعب حد يرصدها. السرعة دي بتخليها تقدر تتفادى أي تهديد أو ترصد هدف وتقرب منه بسرعة قبل ما يتمكن من الهروب. توافقها مع أنظمتنا، في تحدي في دمج التقنيات الصينية مع اللي عندنا، لكن مصر مصممة تاخد التكنولوجيا وتبدأ تصنعها بنفسها. ده بيشمل أنظمة القيادة والتحكم وأجهزة الاتصال والرادارات والأنظمة الهجومية، وكلها لازم تشتغل بتناغم تام مع باقي وحدات البحرية المصرية. التحديات اللي قدامنا، الموضوع مش سهل، لازم تدريب أطقم على أعلى مستوى. الغواصة مش مجرد آلة، دي وحدة قتالية كاملة محتاجة طاقم يعرف يشتغل بتنسيق تام وتفكير سريع تحت الضغط. كمان لازم نكون قادرين نركب التكنولوجيا دي مع اللي عندنا، وده تحدي ضخم لأن كل جهاز ولا منظومة لازم تكون متوافقة وتشتغل من غير مشاكل. بالإضافة لكده، الصيانة المستمرة والاحتفاظ بقطع الغيار هيكون عبء لازم مصر تستعد له. ده غير تحدي تصنيع بعض المكونات محلياً، واللي محتاج استثمارات كبيرة ونقل معرفة حقيقي. بس لو نجحنا، إحنا داخلين على مرحلة جديدة من الاعتماد على النفس والقوة البحرية اللي العالم كله هيحسب لها 1000 حساب. تخيل بعد 5 سنين غواصة مصرية 100% بتطلع من الترسانة البحرية في اسكندرية، العالم كله هيقف ويبص. ومع تصنيع غواصات محلية هيبقى في فرص لتدريب آلاف المهندسين والعمال على أحدث تكنولوجيا بحرية. مصر كمان ممكن تصدر أجزاء أو حتى غواصات كاملة لدول صديقة في أفريقيا والعالم العربي. ده معناه مش بس قوة عسكرية، لكن كمان مكاسب اقتصادية هائلة، وكل ده هيحط مصر بين الكبار في مجال الصناعات العسكرية البحرية. معلومة كده على جنب، الترسانة البحرية في اسكندرية بقت دلوقتي واحدة من أهم التصنيع البحري في الشرق الأوسط. مصر مش بس بتشتري معدات جاهزة، لكن كمان بتصنع بنفسها. ومن أهم الإنجازات هي تصنيع فرقاطة ميكو M200 الألمانية داخل مصر بمشاركة مصرية في البناء والتجميع. الفرقاطة دي بتتميز بأنظمة رصد ومراقبة حديثة، وقدرة على حمل طائرات هليكوبتر وصواريخ دفاعية وهجومية. غير كده الترسانة بتشتغل على تصنيع قاطرات بحرية وسفن دعم لوجستي. ده كله بيأكد إن مصر ماشية في اتجاه تصنيع محلي حقيقي، وبتبني قدرات بشرية وفنية على أعلى مستوى استعداداً لأي تحديات مستقبلية. في النهاية إحنا قدام مشروع استراتيجي مش بس بيزود قوة الجيش المصري، لكن كمان بيفتح أبواب للصناعة المحلية والتصدير وفرص عمل كبيرة وتأثير سياسي ضخم. الصين شريك ذكي بيتيح نقل التكنولوجيا، ومصر بتحاول تستغل ده صح. العالم كله بيتحرك حوالينا والمنافسة على أشدها، لكن مصر بتجهز حاجة تقدر تحطها بين الكبار. ولو عجبك التقرير ده دوس لايك واشترك في القناة، وسيب لي رأيك في التعليقات، واستنى مني كل يوم سر جديد وخبايا محدش بيقولها غير هنا. بس كده، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكراً إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي، سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار.